من هون في شعب انتفض عدموع، كسر صمت ايام مسودة وتراب، بجروح الوجع مزروع، بيكفي وجع هالقد، بيأدي وزيتون ما في بقاموسه الكوع، والصخر يعرق زيت ويندي. شدوا العزايم غيروا الموضوع، وين الاهل يم الاهل ردي، الحد اللي كانوا صوتهم مسموع صاروا صدى وما في حدا حدي. فلسطين محي العتم ضوي شموع، وشدي ع جرح من العمر شدي، شدي ع عمر من الوجع شدي. بعد شدي ع جرحك بعد يا فلسطين، جرحك قدس قومي بمدى الجرح اسكني، وضل الحقيقة بعصر كل الكاذبين، ومهما انطفوا الألوان ضل ملونة. بعد شدي ع جرحك بعد يا فلسطين، جرحك قدس قومي بمدى الجرح اسكني، وضل الحقيقة بعصر كل الكاذبين، ومهما انطفوا الألوان ضل ملونة. بالحق بالعزة بعناد المؤمنين، برنة جرس عاشق أذان المأذنة، ودم الأسير اللي انعصر فوق الجبين يكتب مجد عجبين ما رح ينحني، وتقرا الدنيا حكايات صبر الصابرين. ع أرض خلقت بالقداسة محصنة، اعترفي بقى يا هالدنيا بعد سنين، بين السماء وبين الأرض بفلسطين باب الوصل بين الدنيا ورب الدنيا. الله 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 الله. الشكر العظيم للشاعر نزار فرنسيس. يا دامي العينين والكفين إن الليل زائل. المشرف الفني على أغنية الحرية، والذي سبق له تأليف وتنفيذ عدة أوبريتات عربية بمشاركة كبار الفنانين العرب، في مقدمتهم الأستاذ صباح فخري، فليتفضل. مساء الخير جميعا. تحياتي لراعي المهرجان دولة الأستاذ عبد الهادي المجالي، وكل الشكر للمملكة الأردنية الهاشمية ملكا وقيادة وشعبا على احتضانها الدائم لقضية فلسطين وحمايتها للمقدسات الإسلامية والمسيحية. وأرحب ترحيب خاص بفارس الأغنية العربية عاصم حلاني، الذي ساهم متطوعا في هذا العمل إيمانا منه بالقضية الفلسطينية. أثمن موقفك أيها الفارس، وأتمنى لك دوام الصحة والعافية. بعدك شامخ مثل الأرز، بعدك شامخ مثل الأرز، مثل الجبل الما بينهز. لبنان عناوين العز قادر يهزم أحزانه، لبنان بعزم رجاله، بقوة بحره وجباله، بجنوبه وبقاعه شماله، بقوة جيشه وإيمانه. لبنان مهد الأديان ونبض العاشق الولهان، واسأل هالشاعر جبران بحكي لك عن لبنان. لبنان نهر الأغاني، لبنان نهر الأغاني، لبنان نبع الأماني، والأخوين رحباني، ومجد بعلبك المرسوم بصوت عاصم حلاني. كل نجمة في القدس لي، كل نجمة في القدس لي، كل زيتونة باسم كنعان رواها بدم يسيل. القدس عاصمتي وليس لي عنها بديل. وارحل عن السور القديم كي تحط حمامة فوقه غصن زيتون جميل. وارحل عن السور القديم كي نصغي لأصوات الأذان وموسيقى التراتيل، فالمدينة لا تحتمل أصوات الرصاص والقيد الثقيل. ارحل عن السور القديم
دع الحمام يمارس الحب دون جنازة في الطريق. دع الحمامات يرفرفن ويجمعن الرحيق. ارحل عن السور القديم وأطفئ ألسنة الحريق. أنا كنعان أموت دون كرامتي لأظل عصفورا طليق. ارحل عن السور القديم، ارحل عن السور القديم. دع الحمام يمارس الحب دون جنازة في الطريق. دع الفراشات يرفرفن ويجمعن الرحيق. ارحل عن السور القديم وأطفئ ألسنة الحريق. أنا كنعان أموت دون كرامتي لأظل عصفورا طليق. في القدس قنديل يدل التائهين إلى درب الهداية. في القدس قنديل يدل التائهين إلى درب الهداية. كل قصيدة في القدس خطتها دمايا، وصور معلقة لآلاف الضحايا. كلما مررت من باب العمود ألمح ظلي في المرايا. لا يستحق القدس في الدنيا أحد سوايا، فهي البداية في كل شيء ومسك النهاية. في ذرى لبنان سواء كان في القمة الثنائية اللي حصلت في 22 يناير أو في القمة الأخيرة قبلها وأثناءها وبعدها. خلال ال 25 سنة الماضية لم يصل درجة التنسيق والتفاهم منها اليوم. ومهمتنا كلنا كشعبين، وأنا بقول إحنا شعب واحد بس بدنا وطنين وما تزعلوش منا. بدنا فلسطين تكون للفلسطينيين، وبدنا كلياتكم تؤمنوا بأنه فلسطين كدولة مستقلة ذات سيادة هي الشرط لازم لتحقيق الاستقرار الاقليمي، وهي مصلحه اردنيه مثل ما هي مصلحه لكل العرب، لانه نفي فلسطين ارضا وشعبا وتاريخا هو هدف الاسرائيليين. الصهيونيه قامت على اساس انه احنا نذوب، قامت على اساس انه احنا نتلاشى. الاردني عندهم اسمه اردني والمصري اسمه مصري، بس اهلنا اللي في فلسطين ال 48 اسمهم عرب اسرائيل، ما اسمهم مش فلسطين. اذا كلمه فلسطين هم بدهم مش اياها. نعم احنا في عندنا علاقه خاصه ومتميزه بين الاردن وفلسطين، والاردن هي بوابتنا للعالم وبوابتنا لكل شيء، وشريكنا 50% من كل العرب هو الاردن والاردنيين. ولكن احنا بدنا فلسطين وبدنا دوله فلسطينيه كعنصر واجب الوجود في معادله الصراع لاثبات الهويه الفلسطينيه ولتكريس فلسطين كهويه سياسيه على ارض فلسطين. واحنا موجودين هون، موجودين في لبنان وموجودين في سوريا، ولكن احنا لن نرضى بديلا لفلسطين. وهذه تضحيات الاسرى، عدد الاسرى اللي دخلوا سجون اسرائيل من 67 الى الان 1,000,000 حاله اعتقال، وبعضهم مثل ما قلت مثل اخونا البطل كريم يونس هاي صار له 34 سنه، وهي في كوكب العشرات قاعدين هنا كلهم بيبتسموا وكلهم مستعدين يرجعوا على الاسر مره ثانيه ومستعدين يموتوا من اجل فلسطين مره ثانيه. فمن اجل واسرهم وعائلاتهم وشعبنا على مدار السنوات، عشرات السنوات من 48 الى الان تستحق ان تتوج بهذه الدوله الفلسطينيه اللي حتكون دوله لكل العرب، وحدودنا مفتوحه ومش حندفع حدا على جمرك على شو اسمه، ومش حنسال واحد وتعالوا قيموا عندنا وتعالوا تملكوا واسكنوا وشاركونا في صناعه مستقبل الهويه الفلسطينيه لكل العرب ولكل المسلمين ولكل المسيحيين. على اي حال يعني انا مش جاي احكي سياسي طبعا، بس مضطرين بنقدرش ما نحكيش سياسي، احنا قاعدين معاصي. انا بدي احكي لكم النكته. هذا مره اجى عندنا بلتر، المهم استقبلناه في طول كرم، في الطريق بقول له يا بلتر بدنا نودي محمد عساف يغني في المونديال. قال لي سمعي محمد عساف، قلت يا رجل هذا كذا والى اخره، شو رايك كنا رايحين على جامعه النجاح اذكر اسمه. قال لي اوكي، ذكر اسم محمد عساف، كل الجامعه وقفت على رجليها. رحنا على قلنا له برضه مش مؤمن، فبالاخير بدي اروح انا وياه على استاذ فيصل الحسيني، قلت لهم جيبوا محمد عساف، حطيته بيني وبين بلاتر. كان معنا يومها سمو الامير علي، فوصلنا مقر الاتحاد، نزلنا انا والامير بدنا نورط بلاتر نخليه يتصور تحت الجدار.
وبعدين قلنا خلينا نمشي. فلما مشينا طالعين شي 2000 شباب صبايا لاعبين بدهم يستقبلوا بلتر، شافوا محمد عساف، نسوا بلتر وهجموا على محمد عساف، قالوا عساف، فدخل بلتر على المؤتمر الصحفي لو قول حملني الفلسطينيين على الاكوف من طول كرم الى نابلس الى البير الى وصلنا هون، شافوا عساف نسوني ونسوا الفيفا، ومن هون عساف بده يغني في المونديال. وانا بعتقد انا والباشا جايين انتحاريين مع عاصي، بس يا عاصي انت جاي تغني للاسرى وللشهداء. شكرا لك، شكرا للبنان، شكرا للاردن. هذه فلسطين حرة عربية، فلسطين حرة عربية. والتحية كل التحية لأسرانا البواسل الأبطال في سجون الاحتلال ولأسرهم ولأسر شهدائنا العظماء والأسرة والأسماء. طبعا اسمع، المرأة عندنا بفلسطين نص المجتمع ومسيلة على النص الثاني يا أخي، وأنا من المؤمنين بذلك، وعلى رأسنا عطوفة المحافظة ليلى غنام يا أخي. بس كمان ما حدا بده ينسى فاطمة البرناوي وليلى خالد والمئات من الأسيرات والمناضلات، وعلى رأسهم كمان دلال المغربي وعشرات الكادرات النسوية اللي قاموا معنا معركة التحرير، وهلا بخوضوا معركة التحرير ومعركة التحرر كمان من الرجل معنا كمان بعدنا. يا سلام، الله يعطيكم العافية. شكرا لكم، وعاشت فلسطين، عاشت فلسطين. أنا ابن الضفة الغربية الدائر، أنا ابن عمان المناضل، أنا ابن قطاع المجاهد، أنا ابن القدس، أنا ابن القدس. شعاري ثورة حتى النصر يا نصر. وشكرا جزيل الشكر للأخ المناضل جبريل الرجول. لا يسمع القناص أغنيتي ولم يرضى بغير فمي ملابا للرصاصة. هو ذا هناك وراء نافذة محطمة يسدد حزنه الوحشي صوب ضراعتي، يمتد في منظاره شرها ويوغل. نحييكم في العاصمة الأردنية عمان بهذا اللقاء الخاص مع الفنان عاصي الحلاني للحديث عن مغنى الحرية. اليوم أطلقت مغنى الحرية في العاصمة الأردنية عمان. أول شيء بنحييك وأهلا وسهلا فيك تلفزيون فلسطين عبر هذا اللقاء. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا فيك، وتحية لك ولكل مشاهدونا بفلسطين، بكل فلسطين. بحييكم وبحيي نضالكم